يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فتقوى الله عز وجل أمرها عظيم، لقد أمرنا الله في كتابه الكريم بهذا الأمر في أكثر من موضع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونادى الله عز وجل الناس عامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الحبيب، تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية، بمعنى أنك إذا عرفت أن هذا الباب يؤدي إلى غضب الله وسخط الله فلا تفعله، وإذا علمت أن هذا الباب في تركه غضب الله وسخط الله فلا تتركه، فعليك أن تحرص على كل ما يحبه الله ويرضاه. اتق الله حيثما كنت.